السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني قبل ما أبدأ الكلمات المتواضعة مع حضراتكم، لو الصوت كويس أتمنى إن حد كده برضو يلاغيني كده إن الصوت كويس كده بفضل الله إن شاء رب العالمين. أستاذنا وأخونا المحترم بلال بيه السيسي، نورتنا وشرفتنا يا فندم. كل التحية والتقدير لسيادتك. لو الصوت واضح مع حضراتكم أتمنى أن سيادتك كده تنوه لي يا فندم كده إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وانت بألف صحة يا أستاذ بلال، نورتنا وشرفتنا يا فندم. الصوت كويس؟ تمام تمام. طبعا بقالي فترة طبعا اتأخرت شوية عن متابعة شرفاء جمهورية مصر العربية لظروف معينة خاصة بالهاتف. يعني التليفون كان تعبني شوية كده على سبيل ان هو جديد وكده، فما كنتش عارف اتعامل معاه، وربنا يسهل ويوفقنا يا رب ان شاء رب العالمين بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وعلى كل أنبياء الله والمرسلين. طبعا يسعدني ويشرفني وجود إخواتي وحبايبي المحترمين من شرفاء جمهورية مصر العربية ينضموا لنا في هذا البث من خلال فضفضة من القلب للقلب، خالصة مخلصة لوجه الله والوطن. كم أنا اشتقت كثيرا إلى أن أتحدث مع أهلي وأحبتي من شرفاء جمهورية مصر العربية، أرض الكنانة، الأرض المحروسة، الأرض الغالية بفضل الله، ثم بفضل قيادتها وجيشها وشرطتها ومخابراتها وأزهرها وكنيستها وكل مؤسساتها الغالية. بسم الله أبدأ، وبسم الله أستعين، وبسم الله أتوكل على الله. في بداية كلمتي مع حضراتكم، ودائما وأبدا لا أحب الظهور كثيرا على الميديا إلا إذا كنت أوصل رسالة وطنية خالصة مخلصة ابتغاء مرضات الله. وفي هذه الدقائق الغالية، لأن دائما كل الوقت غالي بالنسبة لنا جدا، ما بنحبش نضيع دقيقة، لازم تكون في شيء مفيد ومثمر وبناء من أجل رفعة هذا الوطن الغالي جمهورية مصر العربية. أكثر من مرة أردنا أن نوضح هذا الأمر لجموع الشعب المصري العظيم الشامخ، إن أرض مصر وأرض جمهورية مصر العربية هذه أرض مباركة، أرض طيبة، أرض عطرة،
أرض تضم عبق التاريخ منذ القدم. وعندما أتحدث أنا لشخصي المتواضع عن مصر، فأنا أتحدث والله على استحياء، لأنه من أنا ومن أكون ومن يكون على وجه هذه الأرض حتى يتحدث عن مصر الكنانة ويعطيها حقها. لأن الذي أعطى حقها ورفع قدرها وأعلى شأنها ومنزلتها إنما هو الله الذي خلقها بيديه. ففي كل الكتب السماوية، في كل الكتب السماوية منذ الخليقة إلى القرآن الكريم، وأوصى الله بمصر خيرا. فمثلا في القرآن الكريم ذكر المولى عز وجل مصر في أكثر من 30 موضعا تلميحا وتصريحا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول هذا الكلام حتى يصل إلى المغيبين، إلى الذين يعيشون في سبات عميق ولا يدركون قيمة هذا الوطن الغالي، جمهورية مصر العربية. فقال ربنا رب العزة في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. خلي بالك معايا، ربنا اللي بيقول ادخلوا، ده فعل أمر لحقت به واو الجماعة كما تعلمنا من أساتذتنا من علماء الأزهر الشريف وعلماء الجامعات المصرية العريقة. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وكلمة آمنين كما علمنا أساتذتنا أيضا نكرة للعموم والشمول، والكلمة إذا أتت في السياق نكرة تدل على العموم والشمول، أي أن بدخولكم إلى أرض مصر آمنين بالله أولا، ثم آمنين بسواعد خير أجناد الأرض من رجالات القوات المسلحة المصرية الباسلة، آمنين برجالات جهاز الشرطة المصرية الباسلة، آمنين برجالات جهاز المخابرات العامة والحربية المصرية الباسلة، آمنين برجالات جهاز الأمن الوطني والأمن العام والأمن القومي، آمنين برجالات الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة المصرية الباسلة، آمنين بالجيش الأبيض من الأطباء والممرضين والممرضات، آمنين بأهل العلم من أساتذة الجامعات وطلاب العلم في الجامعات، آمنين بالعمال والفلاحين والحرفيين والمهنيين، آمنين أيضا بماذا؟ آمنين بنساء مصر الذين هم القوارير مصنع كل هؤلاء الرجال. أمنا هاجر أم العرب المصرية هي التي كانت الأرض الخصبة التي أنجبت هؤلاء الرجالات الأبطال الشرفاء في كل مؤسسات الدولة المصرية الباسلة. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال أيضا ربنا رب العزة: وقال الذي اشتراه من مصر أكرمي مثواه. يعني هذه بعض الآيات الصريحة بذكر لفظ مصر. علاوة على ذلك، إن عند حضور أمنا السيدة زينب من أرض العراق إلى أرض مصر
وعند تحديدا أرض بلبيس في محافظة الشرقية الآن، استقبلها الشعب المصري، وقالت الدعاء المعهود والمعروف لنا جميعا: يا أهل مصر آويتمونا آواكم الله. وخلي بالك بقى لما أمنا السيدة زينب عليها رضوان الله وعلى كل آل بيت رسول الله تقول قالت أمنا السيدة زينب عليها رضوان الله: يا أهل مصر آويتمونا آواكم الله، وحفظتمونا حفظكم الله، وأكرمتمونا أكرمكم الله. علاوة على ذلك، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام كليم الله، وكلم الله موسى تكليما على جبل الطور بأرض سيناء الحبيبة، حيث قال ربنا رب العزة في القرآن الكريم: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وقال أيضا ربنا رب العزة: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. يبقى عندنا سورة في القرآن الكريم اسمها سورة الطور، وذكر جبل الطور في أكثر من موضع أيضا في القرآن الكريم، وذكرت أرض سيناء الحبيبة الغالية، أرض الأنبياء والأولياء والأصفياء وأرض الشهداء، في أكثر من موضع في القرآن الكريم. وتجلى الله رب العزة بنوره الفعلي، تجلى الله بنوره الفعلي على أرض سيناء الحبيبة، والأرض التي رأت نور ربها الفعلي. خلي بالك كده، واحد هيقول لي طيب ما هو النور بتاع ربنا في كل مكان، الله نور السماوات والأرض. نعم، نور ربنا بيتجلى في الشمس، يتجلى في القمر، يتجلى في النجوم، يتجلى في الكواكب، يتجلى في وجوه المؤمنين الموحدين على هذه الأرض. أما النور الفعلي للذات الإلهية بصيص منه، كما تعلمنا من أهلنا من أهل العلم، ظهر لموسى كلم الله على أرض سيناء، فمن قوة النور الإلهي دك الجبل في باطن الأرض وخر موسى صاعقا، كما صور المشهد ذلك القرآن الكريم. يوم علماءنا بقى من أهل العلم الشرفاء يقولون بأن الأرض التي رأت نور ربها الفعلي لن تذل أبدا، ولن تهان أبدا، ولن تهزم، ولن تنكسر. هذه بعض الشواهد من القرآن الكريم. ثم ندخل إلى السنة. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر فتح مصر. حضرة النبي توفي سنة 11 هجرية، 11 هجرية، ولم يحضر فتح مصر. ومن بعده كان سيدنا أبو بكر الصديق حتى 13 هجرية، يعني عامين. ومن بعد منه الفاروق عمر بن الخطاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر، اداله الرسالة ديت وللصحابة: ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. مع العلم ان القيراط ده لا يذكر إلا على أرض جمهورية مصر العربية. أنا الشاهد الأول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لهم: إذا فتح الله عليكم مصر، يعني إن ربنا يسر وأراد وفتح عليكم مصر، فاتخذوا منها، ومن هنا للتبعيض، خلي بالك، فاتخذوا منها جندا كثيفا
فهم خير أجناد الأرض وهم في رباط إلى يوم الدين. بعض الناس بتاخد الكلام بتترجمه على هواها. لما سيدنا النبي يقول فاتخذوا منها دي للتبعيض. يعني ايه؟ يعني خير أجناد الأرض في مصر، ومع ذلك يظهر على أرض مصر بعض الخونة والعملاء الذين يريدون أن يعيثون في الأرض فساد. ده شيء طبيعي. وهناك من يتشدقون دائما وأبدا، يقول لك البلد ملنا فساد والبلد ملنا فساد والبلد فيها والبلد فيها والكلام كتير ملوش لازمة. ما كان على عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسد ومفسدين، وهذا نبي ورسول. يعني هذا نبي وهذا رسول. كان على عصر النبي محمد فسد ومفسدين وهو ده نبي. طيب وفي عصر الزعيم السيسي ربنا يحفظه ويوفقه، أما عارفين إن فيه فسد وفيه مفسدين وفيه خونة وفيه عملاء وفيه أهل شر. ما هو لو ما كانش فيه فسد ومفسدين وفيه مؤمنين وموحدين وطائعين لله، لما خلقت الجنة لأهلها ولما خلقت النار لأهلها. يعني أنا عايزك تفهم معايا مقاصد الشريعة وتفهم معايا روح القانون. يعني في بداية الخليقة، منذ أن خلق الله الكون بما فيه ومن فيه، وخلق سيدنا آدم أبو البشر وأمنا حواء، وأول ذرية كده قابيل أم أتي الهابيل، وهم الاتنين إخوات. أدي في بداية البشرية. شوف من كام سنة، شوف من كام سنة قابيل أتى الهابيل. سبحان الله. طيب ابن سيدنا نوح وهو ده نبي ورسول، عصى أمر ربنا وأمر سيدنا نوح، وقال لأبوه لا أنا مش راكب معاك الفلك، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فقام ردد عليه وقال له لا عاصم اليوم من أمر الله، وهو ده ابن نبي. لما تشوف ابن سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل، قال له يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلقد خلق الله الكون بما فيه ومن فيه، جعل الخير والشر، في خير وفي شر، وفيه سماء وفيه أرض، وفيه أبيض وفيه أسود، وفيه طويل وفيه قصير، وفيه سمين وفيه نحيل أو رفيع، وفيه حلو وفيه مر. سبحان الله. وفيه ساخن وفيه بارد. فخلق الله الكون على المتناقضات ليبرز قدرته. فقصة الفساد والمفسدين لن ينتهي إلى أن تقوم الساعة. يعني لابد أن الإنسان مننا يفهم أن لن ينتهي الفساد على وجه الأرض عموما إلى أن تقوم الساعة. أمريكا هذه الجبارة الظالمة التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والكلام ده كله، وإنجلترا وألمانيا وفرنسا والدول الاستعمارية دي، هؤلاء لا يعرفون لا دينا ولا ربا ولا نبيا ولا رسولا ولا غيره، ولا عندهم لا حقوق إنسان ولا عندهم أي شيء يخطر على بالك. هم بيصدروا لك الصورة إن هم يعني ناس كويسة، لكن هم أقذر من الحذاء الذي نرتديه في أقدامنا. أما مصر فيها العدل، فيها الإنصاف، فيها التحري. حتى في القضاء عندك درجات للقضاء، درجات للقضاء. لا ظلم اليوم، كل واحد بياخد حقه بما يرضي الله، بفضل الله، بكلام ربنا، ثم بالقانون والدستور. وعندنا قضاء نزيه عادل لا يجامل أحد. دي احنا بنقولها، ما بنجاملش حد، لا نجامل في أحد. مصر فيها قضاء عادل نزيه لا يحابي أحد. فالخير والشر يتصارعان إلى أن تقوم الساعة. لكن دورك أنت كمواطن إن احنا
نحد ونقلل ونتعاون مع المعنيين بالأمر لتقليل هذا الفساد والإفساد. وأنا هوصل لك معلومة بسيطة. ليه النهاردة الناس بتخاف من الكاميرا اللي في الشارع؟ ده أنا هلفت نظرك لحاجة بس. ليه الناس بتخاف من الكاميرا اللي في الشارع؟ يعني أنت خايف من الكاميرا ومش خايف مين اللي صنع الكاميرا، اللي وهب الإنسان إنه يصنع الكاميرا. يعني فخامة السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي حفظه الله ولي الأمر، ربنا يوفقه ويسدد خطاه ويجري الخير على يديه ويرزقه الحكمة على لسانه والبركة في يديه. كولي أمر هيوقف غفير ورا كل مواطن مصري أو مواطن في الجهاز الإداري للدولة؟ طب ما أنت تتقي الله وتراقب ربنا في السر والعلن. أنت لشخصك أنت تتقي الله وتراقب الله في السر والعلن، تعامل الناس معاملة حسنة، تتعامل مع الناس بأخلاق، تكون أمين على نفسك وعلى أهلك وعلى وطنك وعلى مقدرات بلدك، لأن ربنا هيسألك وهيحاسبك على هذا كله. فمصر أكبر من أن يتحدث عنها أحد، ولذلك أنتم ترون كما أهل الشر الذين يتكلبون على هذا الوطن. تلاقي الأشاعات المغرضة الكاذبة التي تكدر السلم والأمن الاجتماعي، تجد خلايا عنكبوتية صهيوماسونية تدخل لك تشتمك وتطول عليك ويتطاولوا على ولي الأمر وعلى رموز الدولة وعلى الشرفاء الذين يدعمون الدولة. كلنا شتمنا وتهنا والتطاول علينا وتهددنا وزي ما انت عايز تقول. هل معنى ذلك ان احنا تركنا الميدان؟ لا والله، لو السيف على رقابتنا، يا اما النصر يا الشهادة، يا النصر يا الشهادة. فنحن صامدون ثابتون ثبوت الجبال الراسيات، ويا جبل ما يهزك ريح، لأن دي بلدنا وطننا. أنا إذا كنت لشخص بدعم بلدي، أنا مش منتظر من بلدي حاجة ولا أنا عايز من بلدي حاجة. أنا خوفي على بلدي. أنا عايز أمشي في الشارع، أركب السيارة، أركب المواصلات، أسافر القاهرة، أسافر أسوان، أسافر السويس، أي منطقة في مصر، ماشي آمن مطمئن، آمن مطمئن في دولة أمنها الله بفضله وكرمه، ثم بفضل أنبياء الله وأولياء الله الصالحين جميعا، وبفضل خير أجناد الأرض من جيش لشرطة لقضاء لمخابرات عامة وحربية لأمن وطني لأزهر لكنيسة لجامعات لكذا لكذا. فيه جنود مجندة يعملون ليلا ونهارا من أجل أن يقف هذا الوطن ثابتا ثبوت الجبال الراسيات. يبقى هذا الوطن الغالي مصر لا يعرف قيمته، لا يعرف قيمته إلا أبناء مصر المخلصين، مش المخلصين بقى، المخلصين اللي عندهم غيرة على تراب هذه الأرض. فأرض مصر لا يعرف قيمتها إلا الشرفاء. هذه أرض غالية، أرض أكرمها الله، أرض أعطاها الله صفات ومنح لم تعطى لأي بقعة في العالم بأسره. وإحنا ما بنجاملش حد ولا هنجامل حد ولا يلزمنا نجامل حد. إحنا ناس على الله، كلنا على الله، كلنا فقراء إلى الله، يوم معانا ويوم ما معناش، وكلنا عايشين عيشة كل الشعب المصري، وبنقول الحمد لله وراضيين باسمة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا دورنا النهاردة لما تعرف قيمة بلدك وقيمة وطنك. ودائما حتى علمنا أهل العلم يقول لك إيه؟ يقول لك المرأة تحتاج إلى زوج، ده شيء طبيعي.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني المرأة تحتاج لزوج. طيب تمام. والعصفور يحتاج إلى عش. العصفور يلف لفته ويدور في الكون ويرجع للعش بتاعه اللي هو الموطن بتاعه. يبقى موطن الزوجة الزوج، وموطن العصفور أو الطائر العش، وموطن الأسد العرين، وموطن أعزكم الله الجربوع أو الفأر الجحر. كل مخلوق من مخلوقات الله ربنا جعل له الموطن بتاعه بيلجأ إليه ويأوي إليه. فإحنا موطننا كله هي جمهورية مصر العربية. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا ربي أن تحمي مرابعها والسنبلات الخضر والليل نجواها. عظيمة يا مصر بأهلك وناسك، عظيمة يا مصر بقمحك وفاسك، عظيمة يا مصر وعزيز مصر الغالي الشريف يعتلي على راسك. فلما بنوجه الرسالة لشرفاء مصر، أني وغيري ملناش مصلحة، احنا قاعدين مجندين ليل مع نهار لدعم الدولة المصرية لأن دي بلدنا. أنا ماليش دعوة بقى مع كامل احترامي اللي بيحكم بلدي مين، من ولي الأمر، من كذا من كذا. أنا بدعم بلدي، وطني، عندي رئيس، عندي زعيم، أنا بدعم بلدي في صورة الزعيم، وبدعم الزعيم في صورة بلدي، لأن ده ولي أمري، وجب علي أن أطيعه وأن أدعو له بالتوفيق والسداد والنجاح، وأن أسانده وأن أدعمه. ده كلام ربنا وكلام الأنبياء والمرسلين، مش كلامي ولا كلام حد. فالنهاردة دولة عظيمة وعظمى زي مصر النهاردة كرمها الله في القرآن وفي كل الكتب السماوية، وكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما احكي لك كمان عن العائلة المقدسة وحضورهم إلى مصر، وأرض مصر كلها بتقول هذا الكلام، واسألوا أهل العلم المتخصصين. سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى أمه يعني أعظم السلام والتسليمات. الأرض دي أرض مباركة، أرض الأنبياء، أرض العلماء، أرض آل البيت، ما حدش يزيد على البلد دي. فلما يطلع لك واحد يقول لك ألا هي مصر ادتني ايه وانت عايز من مصر ايه؟ مصر اللي محتاجة منك، مصر اللي محتاجة منك كلمة طيبة، محتاجة منك دعم، محتاجة منك تقف جنب بلدك. انا هقربها لك بمثال بسيط. ابوك لما يكون محتاج في السن كده كبر، تقف جنب منه ولا مش هتقف جنب منه؟ انا هقف جنب منه. امك اللي كبرت في السن تدعمها ولا؟ ايوه هقف جنب منها. خدت بالك؟ طيب انت النهارده مصر مرت بمرحله عصيبه في ثورات الخراب العربي، وكانت مصر تترنح يمنة ويسرى كأنها سفينة في خضم من الأمواج العاتية في البحار والمحيطات، وأوشكت مصر على أن تقع قدر الله، لأن كان هناك مخططات. احنا بنوصل الكلام ده للمصريين والعرب، بنقولهم افهموا اللي انتم ما انتوش عارفينه احنا بنقول لكم عليه، احنا بننور لكم الطريق، لأن وعيك أمن قومي. هناك مخططات من سنين. شوف وعد بلفور سنة 1916 1917
الصهيونية وتقسيم العرب والكلام ده كله، واتفاقية سيكس بيكو وغيرها وغيرها، يجلسون للتخطيط لتمزيق الأمة العربية. ناس قاعدة ليل مع نهار تخطط، واحنا عندنا ناس قاعدين في قلب مصر قاعدين يشتموا في ولي الأمر، يشتموا في الشرفاء اللي بيدعموا الدولة المصرية، يتطاولوا يتحدثون بكلام لا يعلمون قيمته ولا يفهمون قدره. انت مين عشان تتكلم انت في امور السياسة ولا في امور الدين ولا في امور كذا؟ يا عم ده احنا عندنا في الفلاحين في مصر يقول لك ادوا العيش لخبازينه. هدي لك مثال بسيط سمعته من سيدنا الامام الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله، لما طلع مبعوث بره في الغرب، على ما اتذكر كان في انجلترا، الله تعالى اعلى واعلم، يعني المهم دولة اوروبية. فجاله احد الملاحدة بيقول له انتوا بتقولوا ان القرآن عندكم لم يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه. قال له ايوه يا ابني. قال له طب تعرف تقول لي اردب القمح بيطلع كام رغيف؟ شوف السؤال، اردب القمح يطلع كام رغيف؟ فقام عمل ايه الشيخ الشعراوي؟ قال لهم عندكم خباز؟ قالوا ايوه. قال لهم هاتوا لي الخباز. فجي الخباز فسألوا الشيخ بقى، قال له لو قدامك اردب قمح يعمل كام رغيف؟ من الرغيف مثلا 10 جرام 20 جرام 50 جرام حسب الاحجام يعني. فحسبها له بالورقة والقلم، حسبها له بالورقة والقلم، تمام. فالراجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالقصة باختصار شديد، باختصار شديد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت تفقه شيء في اللي بيحاك في الكواليس، ده مش شغلك. هناك خبراء، هناك علماء، هناك متخصصين في المطبخ، هم اللي عارفين الدنيا ماشيه ازاي. فلما حدثت ثورات الخراب العربي بعيد عننا وبعيد عن السامعين، واصبحت مصر تترنح يمنة ويسرى، ربنا بإرادته وعظمته وكرمه عشان حارس لهذه الأرض المباركة، أرض مصر الكنانة، أخرج نبتة شريفة شريفة يدعى بالصقر الشريف الزعيم عبد الفتاح السيسي حفظه الله، رغم أنه كما أعلم من المتخصصين والكل يعلم من الشعب المصري، أراد أن يبقي معالي المستشار عدلي بيك منصور في موقع، وكان فخامة السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي رافض رفضا كليا وجزئيا. ولكن سعادة المستشار ومعه كل أهل الشرف من رجالات القوات المسلحة المصرية الباسلة ومن المعنيين بالأمر قالوا لا يوجد أكفأ من فخامتكم سيادة الرئيس لأن تقود البلاد في هذا المعترك الصعب. وبدأ الرجل الشريف يبني ويعمر، ولما يجي يبني وطن مهلهل مهلهل مفكك بعد فترة من، والعياذ بالله مش عايز أقولها ومش عايز أفتكرها أساسا، أنا بعتبرها فترة ساقطة من تاريخ حياتي أنا شخصيا. هذه الفترة التي اعتلى فيها أهل الشر في هذه الحقبة المشؤومة، لأنهم كانوا سبب وبال على هذا الوطن وعلى الأمة العربية جمعاء. خرج هذا البطل الذي لم يهب شيء، كان يتعامل مع أناس يتعاملون بالقنابل والأربجيات والمفرقعات وغيره وغيره وغيره، ولم يهاب أحد، وواجه كل ذلك بصدره ولم يختبئ
زي ما بنقول كده عندنا في المصريين توتو على كبوته، انا فلان ويتعمل كذا وكذا، عاجبكم عاجبكم مش عاجبكم نفضها. فهؤلاء هم خريج المؤسسة العسكرية المصرية الشريفة. وبدأ الرجل يبني ويعمر. طيب لما يجي يبني وطن، فخامة السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي لما يبني الوطن لن يبني الوطن بمفرده. يعني فخامة السيد الرئيس مش هيبني الوطن بمفرده، مش هيجيب من جيبه عشان يبني الوطن. ولو انت في موقع المسؤولية، ما هو اللي قاعد على البر ده شاطر، اللي قاعد على البر ده شاطر، كلام بيبقى حلو قوي. واحد قاعد على كافتيريا ولا على قهوة ولا قاعد على الكورنيش وقاعد يتكلم كأنه هو يعني أبو العريف، وهو لا يفقه شيء في أي شيء. ولو فرضت عليه المسؤولية هيطلع يجري، هيفر كفرار الغزالة من الأسد في قلب الغاب. فتحمل هذا الرجل هذا العبء وبدأ يبني ويعمر، وكان صريحا واضحا شفافا مع الجميع. ما داش ليك بقى يعني ده لك كلام وردي. قال لك احنا ظروفنا 1 2 3، وده حقيقة. مبارك لما مشي عليه رحمة الله بقى، لا يجوز عليه إلا الرحمة، كان حوالي كما أعلم حسب معلوماتي حوالي 36 مليار. جم اللي ما يسموش أكلوا بها بط ووز ومصوا بها قصب وغيره 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 وغيره، ما فضلش حوالي يمكن 8 مليار ولا 10 مليار. طب كيف تنهض دولة ومخزونها الاستراتيجي 10 مليار؟ يا أخي ولو 15 مليار. بدأ الرجل يبني ويعمر بفضل الله أولا، ثم بسواعد المصريين. والشعب المصري وقت الأزمات بتظهر معدنه أو معادنه الأصيلة النفيسة. وإذا كنا النهاردة بيظهر بعض العملاء والخونة داخل الوطن اللي بيتطاولوا على الدولة أو بيتطاولوا على ولي الأمر أو على من يدعم ولي الأمر، وبنشوفهم وبنسمعهم وبنخطر الأجهزة المعنية برضو بخصوصهم، اللي يتطاول على ولي الأمر واللي يتطاولوا علينا كداعمين للدولة المصرية. وتتقال كده لبعض الناس، قال أنت مش بتدعم السيسي، طب يبقى خليه ينفعك. بتتقال من بعض الناس موجودين في الدولة، وعندي شهود على ذلك. مش بقول الكلام ده لا في موجود نماذج. خدت بال حضرتك؟ في ناس حقدة، قلوبها سودة، قلوب مريضة. خدت بال حضرتك؟ رجل جعل لمصر شكلا وطعما ولونا ورائحة، جعل لمصر هيبة في الداخل والخارج. راجل يحارب على كل الجبهات، دولة بتحارب على كل الجبهات، على الصعيد الخارجي والصعيد الداخلي. ولما يجي الرئيس يجيب فلان أو علان يقول له اتفضل تعالى لكذا كذا كذا، يتنصلوا من المسؤولية. وفي ناس مرضتش تحمل مسؤولية. ومن فم الرئيس بشخصه الكريم قال هذا الكلام. فالنهاردة مصر في المرحلة الحالية اللي بتحارب على كل الجبهات، شمالا أو شمالا شرقيا وجنوبا وشرقا وغربا وداخل الوطن وخارج الوطن، لابد أن نفيق من سباتنا العميق. الدنيا مش أكل وشرب ولبس وفسح والكلام ده كله. أنا لشخصي الكريم مش عايز أقول لك أنا ما شفت الشط من شطوط البحر ده لغاية النهاردة، لا شط اسكندرية ولا شط جمصة ولا راس البر ولا الإسماعيلية ولا غيره، لأني مانيش فاضي. الدقيقة اللي أنا هضيعها
استثمرها في مقال، في كلمة وعي على الميديا او في الشارع او في وسائل المواصلات، اوعي بها المواطن. لان انت مقاتل. يعني اذا كنت انا خدمت في القوات المسلحة على ارض سيناء الحبيبة، يعني جندي مجند لله والوطن في فترة من الفترات، النهاردة انا جندي برضو، انت برضو زيي جندي، بس في موقعك بكلمتك على الميديا وفي الشارع، في وسائل المواصلات، في الساحات الشعبية، في النوادي الرياضية، توعي، تفهم الناس، تنور الناس. لأن النهاردة هذه الدولة لو وقعت ما عادش لها قومة. أنا النهاردة معلش يعني مش هقول لك أنا أكلت، أنا واضح وصريح، مش هقول لك أنا جبت فرخ شامورد ولا جايب دكر بط ولا كذا ولا كذا. رغيف عيش أنا جبته وأكلت حتة جبنة وحتة مربى وقرصين طعمية، قلت الحمد لله، ونايم آمن مطمئن في سكن. يعني أنا كنت في عزا أحد رجالات جهاز الشرطة المصرية الله يرحمه ويرحم كل شهداء الوطن، وجيت من العزا أكلت لقمة خفيفة وقلت بقى أما إيه أطلع للبث المباشر عشان أتكلم مع الناس. وأنا قلت في بداية البث إن يعني الجهاز لسه جديد معايا بتاع التليفون، فكان بيضايقني شوية فما كنتش عارف أتعامل معاه. فهذا الوطن غال، وطن عزيز، خدت بال حضرتك؟ ودائما ما نبصش لنص الكوباية الفاضي، بص لنص الكوباية المليان. هتجد على الميديا إشاعات مغرضة، هتجد على الميديا كذابين، هتجد على الميديا منافقين، هتجد على الميديا أفاقين متطاولين على ولي الأمر وعلى رموز الوطنية الشرفاء، الناس اللي بتدعم الوطن بإخلاص بدون مصالح. هو أنا بدعم بلدي ليه؟ أنا النهاردة بقيت ماشي في الشارع مانيش قادر أركز من شوية اللي بقعدهم على التليفون من ألم في عيني. أقعد أكتب مقال عن معركة الوعي أو أعمل فيديو وطني أنشره يحرك الهمم ويرفع الروح المعنوية لجيشنا الباسل ولشرطتنا والجهاز مخابراتنا والأزهر والكنيسة ورجالات التربية والتعليم ورجالات الأوقاف والعمال والفلاحين والحرفيين والمهنيين ونسائنا القوارير مصنع الرجال. وللأسف نجد كل الشعب المصري له صفحات على السوشيال ميديا، ونادرا أما تلاقي منهم أشخاص معدودة على الأصابع هم الذين يعملون لله وللوطن. هدي لك مثلا يعني أنا عندي صفحة فيها حوالي 30,000 متابع، قول لي كم واحد ممكن يعلق لك؟ كم واحد؟ مش هيتعدوا 5 6. طب وانت عامل صفحة ليه؟ انت من مصر ولا من دولة تانية؟ ما هو حاجة من الاتنين، يا انت في حاجة في نفسك، يا اما انت راجل غير وطني او نموذج غير وطني، يا اما انت حاقد على هذه البلد. يعني انت لما تقعد على تليفونك ساعة زمن تستغلها في دعم الدولة المصرية بقيادتها، بجيشها، بشرطتها، بمخابراتها، بأمنها الوطني، بالأزهر، بالكنيسة، بالقضاء، بغيره من كل مؤسسات الدولة المصرية وجهازاتها السيادية، لكن احنا ما احناش فاضيين الكلام ده. احنا قاعدين نتكلم في الفاضي. بلد بتتحارب من كل الاتجاهات، بتتحارب من كل الاتجاهات، واحنا قاعدين نتكلم في الفاضي. يا للأسف، يا للأسف. هتقابل ربنا،
هتقول له ايه؟ ان لم تكن صاحب رسالة تأديها لدينك ولنفسك ولوطنك ولبلدك ولأهلك، انت منتظر اما يجي لك مستعمر يستبيح بيتك وعيالك وأهلك وناسك؟ واليهود يتربصون بنا، والأمريكان يتربصون بنا، والإنجليز يتربصون بنا. اوعى تفكر ان المداهنة بتاعتهم ديت. انت عندك راجل تقيل، انا اللي بقولها لك. عندك عزيز مصر، اقسم بربي وما اعبد، بفراسة المؤمنين انا بقولها لك، لا اجامل ولي الامر ولا اجامل احد، انا بقولها لك بفراسة عباد الله الفقراء الى الله. رجل شريف نظيف اليد والقلب، رجل عزيز وغال، رجل قليل الكلام كثير الافعال. كلمتين على قد المضمون، رسائل بسيطة، بس كل كلمة تعمل مجلدات. يكفي ان في مرة كده قال لكم ايه وكلمنا كلنا وقال انا قبل كده ما كنتش جاهز، الوقت انا جاهز. ومع ذلك ولي الامر لا يريد ان يدخل في حروب، لأنه يريد أن يحافظ على بلده وعلى وطنه وعلى شعبه وعلى بنيته التحتية التي بناها من أجل أن يستفيد بها المواطن المصري والأجيال القادمة. لأن ربنا اللي قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طالما في سلام، أنا جاري، أنا جنب مني جار يهودي أعزكم الله، أو جار مسلم، أو جار قبطي، وبينه وبينه شوية زعل، كل الأديان السماوية دعتنا إلى السلام. حتى من هنا برضو أذكر عشان نقول، عشان يعني لعلنا نفهم، لما فخامة السيد الرئيس الشهيد بطل الحرب والسلام عليه رحمة الله الزعيم محمد أنور السادات، لما عمل معاهدة السلام مع الصهاينة والأمريكان، الدنيا قامت وقعدت وغدروا بيه، وقال لك ازاي يعمل، وازاي يعمل معاهدة مع اليهود. سبحان الله. الله يرحمه ويرحم كل شهداء الوطن. طب ما انت عندك سيدنا النبي يا اخي، سيد الأولين والآخرين، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل أنبياء الله والمرسلين. عمل معاهدة مع اليهود في المدينة عشان بس تفهموا الجهلاء، فهموا الأغبياء. عمل معاهدة مع اليهود في المدينة المنورة، اللي هم يهود بنو قينقاع وبني النضير، اسمها عهد المدينة، يعني اتفاقية بين سيدنا النبي والمسلمين واليهود. الاتفاقية بتنص على الآتي بنودها: واحد، حرية العبادة للجميع. انت يا عم اعبد اللي انت عايز تعبده، واحنا بنعبد اللي هنعبده، لكم دينكم ولي دين. واحنا عندنا كده لا إكراه في الدين، كل واحد حر. وباختصار شديد، إن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لأن الله غني عن العالمين. يعني هتصلي لربنا وتعبد ربنا وتراقب ربنا لنفسك، مش هتصلي وتراقب ربنا في السر والعلن برضه لنفسك، لأن ربنا غني عن الكون بما فيه ومن فيه. عشان بس الأمور واضحة. حرية العبادة للجميع، تمام. 2، إذا حدث اعتداء على المدينة يقف اليهود والمسلمون على قلب رجل واحد لصد هذا العدوان. ده اتفاقية المدينة اللي كانت بين النبي وبين اليهود، يعني معاهدة سلام بين المسلمين وما بين اليهود في قلب المدينة المنورة.
فلما يجي الشهيد البطل محمد أنور السادات يصنع معاهدة سلام مع اليهود لرأب الصدع لحين أن يأتي يوم الفصل، لحين أن يأتي يوم الفصل اللي ربنا أمر به من فوق 7 سماوات. ما هو لسه الميعاد ده ما جاش، لسه ربنا ما قدروش. خدت بال حضرتك؟ يعني الناس عايزة تفهم، ما هو ده ناتج عن غياب، أنا بقولها وهفضل أقولها وعلى مسؤوليتي، غياب دور الأزهر، غياب دور الأوقاف، غياب دور وزارة الشباب، غياب دور التربية والتعليم، غياب أدوار لمؤسسات كثيرة في الدولة. اليهود سوف يعيثون في الأرض فسادا إلى أن يأتي اليوم الذي قدره المولى عز وجل، وتكون الحرب الفاصلة ما بين المسلمين واليهود. وباختصار هيكون الجيش المصري، عشان أجيب لك من الآخر. قال ربنا رب العزة في سورة الإسراء: وقضينا، يعني حكمنا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. تفسدن في الأرض مرتين، يعني ربنا اللي حكم اهو. المرة الأولى كانت على عصر سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى كل أنبياء الله والمرسلين، والمرة الثانية هي التي نعيشها الآن من فساد وإفساد من الصهيونيون على أرض فلسطين وأمريكا وإنجلترا ومن على شاكلته. وهيفضلوا يقتلهم ويدبحهم ويكسرهم ويدمرهم لحين أن يأتي يوم الفصل، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فلا بإيدك ولا بإيدي، ولا بإيد فخامة السيد الرئيس، ولا بإيد الجيش، ولا بإيد الشرطة، ولا بإيد أي مؤسسة في البلد. مصر عملت كل ما في وسعها مع الفلسطينيين ومع العرب عموما ولن تتأخر، ولن تتأخر. وإلى اليوم مصر شايلة الهموم على كتافها، وهي التي تضحي بكل شيء من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل الأمة العربية بأسرها. ومع ذلك زي ما بيقول لك عندنا في التعبير المثل البلدي المصري، يقول لك في الفرح منسيين وفي الهم مدعيين. كله عايز يزق مصر الحرب، وكله قاعد يتفرج. إذا كانت دول الخليج، وإذا كانت الدول العربية بأسرها، سواء في شمال إفريقيا أو في غيرها من الدول العربية، وكله يقول لك الجيش المصري فين؟ هو الجيش المصري ده شغال عند أمك أنت وهو؟ الجيش المصري لمصر، الجيش المصري للدفاع عن تراب مصر، الجيش المصري للدفاع عن مقدرات مصر، الجيش المصري العظيم الشامخ موجود خصيصا ليحمي عرين تراب جمهورية مصر العربية وفقط. انتوا عاملين بقى رجالة وعاملين ذكورة، الشمللهم وطلعوا ورونا نفسكم. لكن احنا ما بنخطيش خطوة إلا بدراسة وبتوجيه من ربنا أولا ثم بدراسة. وعندنا رجل حكيم شريف لا يخطو خطوة إلا بدراسة، ولا يتحرك خطوة إلا وإن كانت مقننة ومدروسة دراسة بفضل الله بعد توجيهات ربنا، ثم دراسة مع المعنيين بالأمر من شرفاء جمهورية مصر العربية. فحتى لا أطيل على حضراتكم، رغم أنني أعلم جيدا بأنكم يعني تستمعون وتنصتون لهذا الكلام الطيب، خلاصة القول دي اسمها جمهورية مصر العربية، تتعرض لحرب ضروس، حرب أشاعات، هجمات سبرانية وخلايا إلكترونية، سب وقذف وتطاول على رموز الدولة المصرية
وعلى الجيش وعلى كل من يدعم الدولة المصرية النهاردة بيتهان من بره ومن جوه. مش عايز اقول لك انا كل يوم اصطاد كده حوالي 5-6 حسابات، حساب زائف معادي للامن القومي المصري. لا انت عارف الحساب ده منين، وتلاقيه داخل لك باسم خليجي، داخل لك باسم سوري، داخل لك باسم شامي، ومنهم الصهاينة. يدخل لك يشتمك، يطول عليك، يهينك، يحبطك. لكن انا بقول لهم يا اولاد الكلب اسم الله يا انجاز، احنا فاهمين اللعبة كويس، احنا قاريينكم ومفنطينكم وفارزينكم. لو قعدتم تدانوا من هنا لمالطة، الشعب المصري بنسائه قبل رجاله، وبشبابه قبل شيوخه، وبأطفاله قبل رجاله الكبار، يقفون على أتقى قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية وخلف الجيش المصري والشرطة المصرية وكل أجهزة مصر السيادية. وأنا قلتها وهفضل أقولها وعلى مسؤوليتي، وبقولها لولي الأمر، رغم أن احنا لا نتمنى الحرب ولا نتمنى أن ندخل في حرب مع هذا أو ذاك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. احنا نشتم ونتهان، نقول لك انتوا عبيد البيادة. ما هو البيادة دي، التراب اللي في أرضية البيادة أشرف منهم ومن اللي خلفوهم. يعني التراب بس اللي في أرضية البيادة من تحت أشرف منهم ومن اللي خلفوهم. خدت بال حضرتك؟ يتطول علينا انتم، يقول لك ربنا يحشرك معاه. طب وماله يا سيدي؟ ربنا يحشرنا معاه إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، ويجمعنا به في جنة الفردوس في أعلى مراتب الجنان. ربنا يبارك في أعمارنا جميعا. هو أنتوا معاكم مفاتيح الجنة ولا حاجة؟ يالا أنتوا معاكم مفاتيح الجنة ومفاتيح النار؟ ما أنا عايز أفهم، يعني أنتوا معاكم مفاتيح الجنة يعني ولا إيه؟ كل واحد فيكم ماسك مفتاح الجنة، يدخل اللي يدخله ويطلع اللي يطلعه. أنتوا مين يا ابني؟ أنتوا مين؟ ما حدش يزيد علينا ولا حد يزيد على دين الشعب المصري، سواء كانوا مسلمين أو أقباط. المسلمين عارفين ربنا واخواتنا الأقباط عارفين ربنا، ما حدش يزيد على حد في دينه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا سيساوي حتى النخاع، أنا سيساوي حتى النخاع. لو الريس طلبني أنا لشخصي، إذا لزم الأمر واحتاجنا يحطنا أو يضعنا دانات في مواسير المدافع، أنا هقول له أنا أول واحد جاهز يا فندم. تمام يا فندم. كلام منتهي، كلام منتهي، ما فيش فيها جدال، لأن بلدي، وطني، وطني، بلدي اللي أنا عايش فيها وتعلمت فيها وأكلت من خيرها، تعلمت في مدارسها ومشيت على أرضها. وطني لو شغلت عنه بالخلد نفسي نازعتني إليه في الخلد نفسي. يعني من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي لما كان في المنفى. تمام. وإحنا عندنا، قلت مليون مرة، إحنا عندنا الوطن ده فيه وطن أصغر ووطن أكبر. يعني فيه أم صغرى وأم كبرى. الوطن الأصغر بالنسبة لي هي أمي التي حملتني في بطنها 9 أشهر وأرضعتني حولين كاملين وعلمتني ووجهتني إلى آخر، اللي ربنا وصى بها في القرآن الكريم وفي كل الكتب السماوية. أمي نداء محبة، يعني لما ربنا قال في القرآن وبالوالدين إحسانا، أمي نداء محبة، بل إن يا جماعة ما حدش يرن عليا التليفون بعد إذنكم. أمي نداء محبة، بل إن كل الحب أمي عطاء زاخر في فيضه بحر خضم.
ضحت لأجلي بالهنا وتحملت عني الألم، جادت بزهرة عمرها من غير ضيق أو سأم، أماه يرعاك الذي خلق البرية من عدم. دي الأم الصغرى، فما بالك بالأم الكبرى بقى. الأم الكبرى هي الوطن، هي جمهورية مصر العربية، دي الأم الكبرى. واحد بيقول لي أنت منين؟ قلت له أنا من جمهورية مصر العربية. يعني منين من جمهورية مصر العربية؟ قلت له ما تفرقش معاك ولا تفرق معاي، ده ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذا كنا بنقول أنت من الحتة الفلانية أو العلانية، ده تقسيم إداري بس للتحديد لأمور معينة. أما أنت منين؟ أنا من جمهورية مصر العربية، قاعد في اسكندرية ماشي، في القاهرة ماشي، في أسوان ماشي، في الأقصر ماشي، في السويس ماشي، في الإسماعيلية ماشي. كم تشتكي وتقول أنك معدم، فالأرض ملكك والسماء والأنجم. أنا ابن مصر وابن عزيز مصر، مصر بلدي. أنت منين؟ أنا من جمهورية مصر العربية العظمى بقيادتها فخامة السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، بلد مصر. فإحنا النهاردة بنقول الكلام ده من قلوبنا. واحد يقول لك بس في تجاوزات. يا سيدي هو البيت نفسه في تجاوزات، أي بيت فيه تجاوزات. يا عم قلت لك لسه في بداية الحديث، قلت لك على أيام الأنبياء والمرسلين كان فيه تجاوزات وفيه فسد وفيه مفسدين. خدت بال حضرتك؟ يعني وقلت برضو من قيمة شوية، قلت هو ولي الأمر هيمشي غفير ورا كل واحد في البلد دي؟ ما تراقب ربنا يا أخي في السر والعلن. ولذلك هدي لك مثال بسيط عشان بس أثبت لك على هذا الكلام. واحد راح لأحد العلماء، شاب يعني، قال له أنا برتكب معصية كده فادعي لي يعني ان ربنا يتوب عليا وبتاع. قال له اذا اردت ان تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال له ازاي؟ ده الرزق كله والاكل والشرب كله بتاع ربنا. قال له خلاص استحي. رجع تاني جاله قال له لسه كذا. قال له اذا اردت ان تعصي الله فابحث عن مكان ليس ملكا لله واعصي الله فيه. قال له ازاي؟ ده الكون كله بما فيه ومن فيه بتاع ربنا. قال له خلاص ارجع عن غيك وظلم. رجع له ثالث مرة قال له يا مولانا الوضع 1 2 3. قال له إذا أردت أن تعصي الله فرد عن نفسك ملك الموت، لما يجي لك رده عن نفسك. قال له ما أقدرش. رجع تاني قاله بعد فترة، قال له الوضع 1 2 3. قال له بقى إيه؟ إذا أتتك زبانية العذاب يجرونك إلى جهنم فرد عن نفسك. قال له ومن يستطيع أن يرد زبانية العذاب؟ فخلاصة القول كل إنسان مننا يكون رقيب على نفسه ويعلم بأن الله مطلع عليه يراقبه في السر والعلن. كل واحد يقوم بدوره، يقوم بشغله. ده أنا هتجن جنوني لما ألاقي 5 6 أو 10 هم اللي أو 20 أو 100 هم اللي شغالين على السوشيال ميديا داعمين للدولة المصرية. كل الناس عندها صفحات وكله ولاه هنا في الطراوة. امال فين دورك؟ ده انت لو شفت ام وامك واختي واختك وستي وستك ايام حرب اكتوبر وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي كوكب الشرق ام كلثوم عليها رحمة الله، وعلى كل شهداء الوطن، كانوا بيتسابقن للتبرع بحليهن وأموالهن دعما للمجهود الحربي. انتوا كنتوا مقدرين سينا لما راحت مننا الشعب ده كان عامل ازاي؟ احنا كنا ما بننامش، الناس كانت بتبكي في الشارع كأن واحد خد حتة من جتتك، حتة من جتتك. شوف بقى كده لما يكون حتة من جتتك كده حد خدها، مين يجيله نوم؟ من 67 ل 73 وأغلى قطعة أرض في العالم اختطفت من جمهورية مصر العربية، اتسرقت. ومش أي أرض،
ومش أي منطقة ومش أي مكان. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وفي موضع آخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سيناء الحبيبة، أرض الفيروز، أرض الطهارة، أرض الشرفاء، أرض الشهداء. كل ذرة رمل فيك يا سيناء لو ربنا أنطقها هتقول لك كان هنا شهيد من هذه الأرض المباركة. اختلطت دماؤهم الزكية الطاهرة بهذا الثرى الطاهر، ويطلع علينا الخونة والمرتزقة ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا كذبا وبهتانا. يعني أنا كنت بقرأ بالأمس قصة أحد السادة الضباط عليه رحمة الله، المقدم محمد هواري على ما أتذكر، أسد من أسود سيناء الذي قضى على الجماعات الإرهابية التي تطاولت على حوالي يمكن 15 أو 16 كمين من كمائن القوات المسلحة في سيناء. ولما هجموا على الكمين بتاعه أبادهم وفر منهم الباقي، فالتفتوا إلى أماكن أخرى. فالمقدم محمد هواري عليه رحمة الله ما سابهمش، خد نفسه واللي معاه وقام طالع يكمل المسيرة على بقية الأكمنة والركائز دفاعا عن تراب هذا الوطن. فانت نايم النهاردة في بيتك متغطي بالبطاطين وآكل وشارب ونايم، وما شاء الله مزاجك في السحاب. ولو طلعت على أرض سيناء الوقتي أو على الجنوب أو على الناحية الغربية تجاه ليبيا، أو في الجنوب ناحية السودان، أو على البحر الأحمر في حليب وشلاتين، أو في الشمال الشرقي على الحدود المصرية الفلسطينية، هتشوف ولادنا وهم واقفين. اسألنا أنا، لأن أنا طبعا أنا لي الشرف إنني خدمت على أرض سيناء الحبيبة. مش عايز أقول لك الجليد كان بيبقى كده بالمتر والمترين على قمم الجبال. شوف لما تبقى واقف في خدمتك كده مش باين الا عينيك وجسمك كله متغطي متقفز. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاللي قاعد في الشارع على المصطبة واللي قاعد هنا واللي قاعد هنا وبيتكلم كلام على مزاجه خربطة مش حاسس بالمسؤولية، سواء رجالات القوات المسلحة ورجالات الشرطة المصرية. شوف اللي قاعدين على البنوك، اللي قاعدين على مكاتب البريد، اللي قاعدين على النوادي، اللي قاعدين في الساحات الشعبية، اللي قاعدين في كل مكان، في كل مكان، لكي تعيش أنت آمن مطمئن. ومن هنا نحن نبارك لكل رجالات جهاز الشرطة المصرية في عيدهم القومي رقم 74 25 يناير على التضحيات التي قدموها في حرب الإسماعيلية، وعلى جهدهم المشكور، ومليارات الرحمات على كل شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية والقضاء والمخابرات والأمن الوطني ومن الأزهر ومن الكنيسة ومن المدنيين ومن كل شرفاء جمهورية مصر العربية. بنترحم على الجميع أن ربنا يرحمهم ويسكنهم الفردوس العلى ويلهم أهلهم الصبر والسلوان ويعوضهم خيرا ويأجرهم في مصيبتهم ويأجرهم خيرا. اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى خلاصة القول حتى لا أطيل على حضراتكم، والكلام يبقى في صلب
الموضوع خدت بال حضرتك. الرسالة اللي أنا عايز أوصلها النهاردة إن إحنا عندنا وطن غالي اسمه جمهورية مصر العربية، يحتاج في المرحلة الحالية والقادمة إلى سواعد الرجالات الأوفياء المخلصين لهذا الوطن، يكونوا أمناء، يكونوا كتفهم بكتف ولي الأمر، كتفهم بكتف الجيش المصري العظيم الشامخ، كتفهم بكتف جهاز الشرطة المصرية وجهاز المخابرات العامة والحربية المصرية والأمن الوطني والأمن العام والأمن القومي والأزهر الشريف والكنيسة المصرية وكل مؤسسات الدولة المصرية وأجهزتها السيادية. بنقول التكاتف والترابط، لأن قوتنا الوحيدة في اتحادنا على أتقى قلب رجل واحد. شوف قوتنا في اتحادنا. ربنا لما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولما سيدنا النبي قال يد الله مع الجماعة، إن إيدينا في إيدين بعض، مترابطين متكاتفين، جيشا رشيدا وظهيرا شعبيا خلف قيادتنا السياسية. وأنا بقولها الرسالة في الختام لكل أهل الشر في الداخل والخارج، ومن يعرفونني ومن لا يعرفونني. إحنا ما بنخافش، لا بنخاف ولا بنطاطي ولا بنحب الصوت الواطي. إحنا موجودين، أسود وصقور ونسور، جاهزين لصد أي عدوان داخلي أو خارجي، أو صد كل من تسول له نفسه أن يمس أمن وأمان هذا الوطن. دي مصر مش أي بلد. فيا شعبنا الغالي العظيم، الشعب المصري، أنتم شعب أصيل، شعب عريق، شعب صاحب تاريخ يدرس في كل بلاد العالم، شعب له قيم، يعلم جيدا قيمة هذا الوطن. فإذا كان هناك في لحظة من اللحظات عثرة حدثت في 2011 أثناء فترة حكم الله يرحمه الرئيس مبارك، له ما له وعليه ما عليه، فاحنا بنقول لكم أفيكم، هي عثرة وعدت، الإنسان مننا بتعطرس. بس انتوا شفتوا بقى لما مصر اتعطرست في 2011 كانت النتيجة ايه؟ النتيجة تم بناء سد النهضة أو سد الخرابي الأثيوبي. وزي ما الرئيس قال الكلمتين دول، وكلمتين جمال جدا، قال لك لما مصر عرت كتفها تكالب الأعداء وصنعوا هذا. طيب في عصر مبارك لما جه رئيس وزراء أثيوبيا يتكلم عن السد كلمة وقفل، لأن كان في قوة رادعة. في عصر السادات شرحه، جم أهل الشر ولاد 60 كلب هم السبب الأول والأخير في سد الخرابي الأثيوبي. أما الرئيس السيسي أنا بعتبره ايه بس، أقسم برب العباد هذا الرجل، يعني في دول عربية بتتمنى أن يكون عندهم رئيس زي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والله بيتمنوا. في العراق، في سوريا، في لبنان، في الأردن، يتمنوا يكون عندهم رجل شريف، رجل بهذه المواصفات، رجل مخلص، رجل ما خدش منك حاجة، ما خدش حاجة حطها في جيبه، كل الموارد بتاعت البلد لبناء البلد. احنا اتضغطنا شوية، انا عن نفسي اتضغطت زيك، انا اتضغطت زيك زي اي مواطن، وما زلت مضغوط، ومع ذلك بقول بلدي اكل وجبة واحدة في اليوم، وسعر الوجبة التانية او الوجبتين التانيين نقدمهم لدعم المجهود الحربي عشان بلدي. لازم يبقى عندي جيش قوي، سلاح متنوع، قوة ردع، لأن احنا هنطبق كلام ربنا. السيسي الله يبارك له طبق كلام ربنا، يعني طبق شرع ربنا،
ازاي؟ ايه دليلك يا عمنا؟ ربنا قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوكم وعدوهم، خدت بال حضرتك، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. يعني ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم إلى آخر الآيات. وقوة هنا نكرة في العموم والشمول. يعني إيه؟ يعني قوة عسكرية، قوة سياسية، قوة اقتصادية، قوة إعلامية، جميع أنواع القوى. فالرئيس السيسي بدأ يعد الجيش. انت شفت في حرب اكتوبر احنا انتصرنا بنصر الله، لكن لو انت وزنت تسليحك العسكري في اكتوبر 73 10 رمضان ما يجيش حاجة في التسليح اللي كان موجود عند الصهاينة بمعاونة الامريكان، لان احنا كنا بنحارب امريكا، باختصار عدوان ثلاثي: امريكا بريطانيا اسرائيل، ومعاهم كمان بعض الدول الاوروبيه الاخرى. طب النهارده الرئيس لما بدا يعد القوه وقال كلمتين قبل كده ما كنتش جاهز، النهارده جاه. ما هو انت عندك التسليح يقر السلام، قوتك تقر السلام. فانا النهارده اكل وجبه واحده في اليوم واقول الحمد لله، وسعر الوجبتين التانيين اوجههم للمجهود الحرب وما ازعلش، لان انت نايم متغطي تحت البطاطين ومعاك الكوفيه والطاقيه ونايم في بيتك امن مطمئن، وفي صقور ونسور وجنود في الميادين وفي الجبال وفي الاوديه، وانت نايم في بيتك امن مطمئن. ما هو اللي مش حاسس بالكلام ده اسالني واسال واحد مجرب، واسال اللي خدموا بالقوات المسلحه، شافهم بأم عينيهم، شافهم. لأن القوات المسلحة مصنع الرجالات، مصنع الأبطال، تفرخ الجنود الذين قدامهم هدفين ما فيش غيرهم، هم خيارين: النصر أو الشهادة. كلمتين اتنين، هي دي العقيدة، يا النصر يا الشهادة. شوف لما اقول لك المقدم محمد هواري لما يطلع هو اللي يطلع قائد الكتيبة او قائد المكان، يطلع بشخصه هو اللي يروح يجيب مية واكل. قائد الكتيبة، خدت بال حضرتك؟ يروح يجيب. فلما حسوا ان هو طالع بعد ما حصروا المكان ضرب عليهم على الارهابيين، ظنوا ان هو معاه قوات يجي 100 واحد ولا 1000 واحد، قومهم لوحده. وكان طالع يجيب ميه واكل عشان يقدروا يقاوموا. القائد هو اللي راح يجيب، قائد، خلي بالك. وشوف مثلا لما يبقى رتبه من اخواتنا الاقباط من محافظه المنيا اللي جاب طار الشهيد عبد المنعم رياض اللي تم استشهاده على حدود قناه السويس. وفي الختام عشان ما اطولش على حضراتكم، عايز اوصل رساله كمان جميله قوي لكل كلاب الغرب وكلاب الداخل. احنا في مصر لا عندنا لا مسلم ولا قبطي، الكلام ده مش عندنا وما نعرفوش، والله ما نعرفه. انا اللي بقول لك يعني انا كراجل مسلم موحد بالله وشايل قرآن ربنا ودارس وفاهم وعارف، ما عندناش في مصر حاجة اسمها مسلم وقبطي، مش موجود ولا حد بيفكر فيها. مصر يعيش عليها مواطنين مصريين، لا ده بنقول ده مسلم ولا ده قبطي ولا الكلام ده، إلا لما يكون وقت العبادات ده رايح المسجد يصلي وده رايح الكنيسة يصلي، والمسلم ساعات ممكن يصلي في الكنيسة وبتاع الكنيسة ممكن يصلي في المسجد. هو احنا كده متلاحمين، ما فيش عندنا الكلام ده ولا حد بيفكر فيه أساسا، والله ما حد بيفكر فيه. وكل هذا فكر شيطاني مصدر من الخارج. فأنا بوصل رسالة لإخواتنا الأقباط حبايبنا
اخواتنا اللي احنا بنحبهم وبنجلهم. احنا كلنا اخوات واعز من الاخوات، كلنا اخوات واعز من الاخوات. والله اقسم بالله نجلكم ونحترمكم ونحبكم، واعز اصدقائي، اعز اصدقائي كلهم من اخوتي الاقباط. زي منهم مثلا الاستاذ على المعاش مراد موريس محافظة القليوبية، والاستاذ بولا ميخائيل جبران شغال في مرور في احد المناطق، خدت بال حضرتك، وغيرهم وغيرهم، اخواتنا وحبايبنا، اخواتنا. والاستاذ افتكر اسمه دلوقتي، اسمه صفوت محافظة الجيزة، وغيره وغيره وغيره، يعني على ما اتذكر للاجهاد اللي انا فيه، اخواتنا وحبايبنا كلهم، سواء في الصعيد سواء في بحري، كلنا ما فيش عندنا الكلام ده اساسا. واي كلب من الكلاب يتحدث في هذا الامر نقول له اطلع روح لم الكرة من ورا العارضة. ما عندناش الكلام ده ابدا، ولا حد بيفكر فيه. فرسالة الى شعب مصر العظيم الشامخ، رسالة الى احفاد امنا هاجر وامنا ماريا، امنا هاجر وامنا ماريا، ابناء مصر وابناء محافظة المنيا بصعيد مصر، ابر ايجيبت. يعني امنا ماريا وامنا هاجر ابناء مصر وابناء محافظة المنيا بصعيد مصر او ابر ايجيبت، اللي احنا احفادهم، اللي هم ام العرب والعروبة. لهم منا كل التحية والتقدير، كل التحية والتقدير لكل الشعب المصري. وبنوصي وبنقول في الختام: احذروا الإشاعات المغرضة، واحذروا الخلايا الإلكترونية المسمومة التي تبث كذبا وإشاعات مغرضة تكدر السلم والأمن الاجتماعي، لأن الله كلمة، ودخول الجنة بكلمة، ودخول النار بكلمة. فبالكلمة تبني أمة، وبالكلمة تهدم أمم. يعني كلمة واحدة تبني أمة، وكلمة تهدم أمم. فأنت دورك النهاردة تشغل دماغك، تشغل دماغك في الصح مش في الغلط، تشغل دماغك في أن يكون وعيك أمن قومي تحت مظلة معركة الوعي قبل السعي والتعلم قبل التكلم. يكون لك دور، مش تاكل وتشرب وتنام، يكون لك دور في نهضة وطنك. خدت بال حضرتك؟ هتقول الظروف والاقتصاد والحكاية، العالم كله بيئن، العالم كله بيتوجع. أمريكا اللي هي أمريكا اللي بتقول لك إحنا وإحنا، أقسم بالله شغالين على البلطجة والسرقة من خلق الله، وانتوا عارفين الكلام ده. يعني الواد بتاع أمريكا المعتوه ده، الخنزير ده، عمل زي عادل إمام في الفيلم اللي كان مع الله يرحمه، اسمه محمد توفيق أو محمد وفيق على ما أتذكر. وهم واقفين محملين نقلة أعزكم الله بطيخ، وقول له شخلل عشان تعدي. شغال بلطجة، بلطجة على شوية خايبين، شوية قراطيس لب. لكن عند مصر لا. انت عندك في مصر، مش عايز اقول اللفظ ده، يعني مش ذكر بس، ده ذكر الذكورة وصقر ونسر، خدت بال حضرتك، وصقر الصقور. انت عندك زعيم يهتز العالم امام هذا الرجل. انا اللي بقولها لك، واسألهم. اقسم بالله امريكا بتعمل للرئيس السيسي حساب، بريطانيا، فرنسا، كل دول العالم يقفون اليوم إجلالا وتقديرا لجمهورية مصر العربية ولقائد جمهورية مصر العربية فخامة السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي وكل أجهزتها السيادية، من جيش لمخابرات عامة وحربية، لكل الأجهزة السيادية، لأن هم عارفين الشعب المصري عليه.
الشعب المصري وقت الأزمات يكشر عن أنيابه، تلاقي ولا مؤاخذة في التعبير مثل الأسد الذي يجري وراء فريسته في البرية. يعني الشعب المصري مجرد ما تيجي على كرامته، لا، سواء النساء أو الرجال أو الشباب أو الشيوخ، مجرد ما الرئيس يقول كلمة بس حي على الفلاح سيجد 120 مليون إن لم يكن 150 مليون في ظهره واقفين دفاعا عن هذا الوطن ودفاعا عن تراب هذا الوطن. فإحنا كلنا فدا مصر، وفدا زعيم مصر، وفدا جيش مصر، وفدا شرطة مصر، وفدا جهاز مخابرات مصر سواء عامة أو حربية، وفدا الأزهر الشريف، وفدا الكنيسة، وفدا رجالات التربية والتعليم والجيش الأبيض والقضاء المصري والعمال والفلاحين. إحنا فدا البلد. فيا شعب مصر العظيم، كل أصحاب الكلمة وأصحاب الفكر الراقي، ادعموا وطنكم بكلمة تحيا مصر. كثفوا نوركم على الميديا وردوا على الإشاعات المغرضة، ولا تصدقوا أي كلام يقال، لأن الميديا ديت عاملة زي طبق السلطة. طبق السلطة سمك لبن تمر هندي، فانتقوا الثقات ولا تأخذوا المعلومة إلا من مصادرها الصحيحة، المصادر الصحيحة الرسمية، ولا يغرنكم كلام الكذابين والمنافقين والأفاقين الذين يريدون أن يعيشوا في الأرض فسادا. وفي الختام شرفت بأنني كنت في فضفضة مع حضراتكم في هذه الدقائق المباركة، ولي الشرف إن بتشكر لكل من تابعني. وكما قلت مرارا وتكرارا، القصة عندي مش بكم العدد أو بالكثرة، ولكن هو في جميع الأحوال سيتم بس هذا الحديث على الصفحات والجروبات برضو لمن يريد أن يتابع أو يريد أن يسمع هذا الحديث اللي هو فيه رسالة واضحة وصريحة لكل شعبنا الغالي، إنه يحتاط ويتحوط ويخلي باله ويحذر من المنافقين والأفاقين وأهل الشر والخونة والعملاء. وفي الختام شرفت أنني مع حضراتكم، وبترحم على كل شهداء الوطن سواء من الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والكنيسة والمدنيين وكل شهداء مصر السابقين واللاحقين، ربنا يتغمدهم برحمته. وكل التحية والتقدير إلى صاحب المعالي والسمو فخامة السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي. أنا كمواطن مصري بقول له يا ريس، إحنا في ظهرك ولن نتخلى عنك، وسنظل على العهد والوعد صامدون ثابتون ثبوت الجبال الراسيات، ويا جبل ما يهزك ريح. نحن الجيش الرشيد، نحن الظهير الشعبي بجوارك لأجل مصر أو لأجل عيون مصر وترابها الغالي. نحن معك في كل صغيرة وكبيرة، وسنتحمل معك، وسنخوض غمار المحيطات والبحار معك، ولن نتخلى عنك. ربنا يوفقك ويسدد خطاك وينصرك ويرزقك الحكمة على لسانك والبركة في يديك، ويحفظك ربنا رب العزة ببركة اسمه الحافظ، ويحفظ أهلك وأسرتك وكل محبيك، ويحفظ هذا الوطن الغالي مصر من كل مكروه وسوء. اللهم انشر الأمن والأمان والسلم والسلام والرخاء والازدهار على أرض مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في بيوتنا، وأمنا في شوارعنا وفي طرقاتنا وفي مواصلاتنا، وأمنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم على كل من ظلمنا أو ظلم أولادنا أو ظلم بلادنا،